سألني مروان عبد الرحمن السيد: من القائل وما المعنى؟ فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا ولا المتنبي مالئ حلبا. قائل هذا البيت نزار قباني من قصيدة يقول في مطلعها: فرشت فوق ثراك الطاهر الهدبا فيا دمشق لماذا نبدأ العتبا. دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العربا. أدمت سياط حزيران ظهورهم فأدمنوها وباسوا كف من ضربا. وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتبا. وقبر خالد في حمص نلامسه فيرجف القبر من زواره غضبا. يعني خالد بن الوليد مدفون في حمص. يا رب حي رخام القبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصبا. يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره فإن أسيافنا قد أصبحت خشبا. وهو يلوم فيها العرب على التقصير والتخاذل حتى وقعت هزيمة 67 في حزيران. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.